أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. على اسم مصر التاريخ يكتب ما يشاء. مصر عندي أجمل الأسماء. In the name of Egypt, history writes whatever it wants. Egypt is the most beautiful name to me. بين الأمل والرجا، بين الهتاف والصدى، جمهور بيشجع الأبطال وصوته بيهز جبال. هنكتب مع بعض أحلى نهاية، ومن العمريط سبورت نبتدي الحكاية. نداء إلى الهلال، لا تهزم الريال. ريال مدريد مش الريال السعودي. وانت يا عم إنزاجي خليك هادي. الوداد والسيتي والعين واليوفنتوس يوم عربي في كاس العالم للأندية، وبنبارك لصن داونز وننتظر فرحة أخرى. ومع التفاصيل، النهاردة إن شاء الله عندنا يوم عربي خالص في كاس العالم للأندية. السيتي هيلاعب الوداد الساعة 7 مساء إن شاء الله، وريال مدريد هيلاعب الهلال الساعة 10 مساء إن شاء الله، واليوفنتوس هيلاعب العين الإماراتي الساعة 4 صباحا إن شاء الله. بقول الأول نداء إلى الهلال، لا تهزم الريال. الريال قلنا ريال مدريد مش الريال السعودي، ومعنى كلمة الريال في الإسبانية يعني الملكي، وأيضا معناها عملة قديمة هناك. ولقب ريال مدريد بالملكي لأن الملك ألفونسو الثالث عشر ملك إسبانيا منحهم لقب الملكي عام 1920. واحد هيقول لي إيش تبغى أنت؟ تبغى الهلال ينهزم يتفرجوا على الريال؟ ما بتريد يغلبوا؟ وضح لنا الله يرحم والديك. أقول لك حاضر، هوضح لكم. أنا مش عاوز تجربة السعودية في كاس العالم الماضية في قطر تتكرر النهاردة مع الهلال. بمعنى تكروا معايا كده، السعودية عملت ماتش عالمي ورائع قدام الأرجنتين في افتتاح مجموعتها في كاس العالم، وغلبت الأرجنتين 2-1. لكن إيه اللي حصل؟ لعيبة كتير أصيبت والنادي خسرها المباريات التالية، وكانت النتيجة إن انهزمت السعودية من بولندا ومن المكسيك بعد كده، وطلعت من دوري المجموعات. ففوزها على الأرجنتين استنزف طاقة اللعيبة وأدى إلى إصابات، لأنهم بذلوا مجهود غير عادي وما أفادهمش في حاجة. فأنا مش عاوز الهلال النهاردة يعمل كده، يستنفذوا طاقتهم ويلعبوا مباراة فوق العادة قدام ريال مدريد، وبعدين يجوا المباراة القادمة مع باتشوكا يحصل حاجة لا قدر الله. لا، أنا مش عاوز يكسبوا الهلال النهاردة، عاوز يلعبوا بكل هدوء ويستمتعوا باللعب أمام ريال مدريد، علشان إن شاء الله يكسبوا المباراتين القادمتين أمام باتشوكا إن شاء الله، اللي هتكون يوم الاثنين الساعة 1 صباحا، وأمام سالزبورغ المباراة الثالثة، ويصعد الهلال إن شاء الله للدور الثاني. وأنا أتوقع أن الهلال إن شاء الله يصل بعيدا في هذا المونديال. فعلشان كده أوجه نداء إلى الهلال، لا تهزم الريال. وانت يا عم إنزاجي خليك هادي. يا ريت الرسالة تكون وصلت. الكلام ده مش هتلاقوه عند مدحت شلبي ولا إبراهيم فايق، هتلاقوه بس عند العمريط الرايق. وبمناسبة العمريط سبورت، يا ريت تشتركوا في القناة. خليك راجل كريم كده ودوس اشتراك، مش هتخسر حاجة ولا هتدفع حاجة. خليك كريم زي كده. أنا لما بدخل على أي قناة بدوس اشتراك علشان أدعم الناس. ناس بتسترزق من ورا القنوات ديت، وأنا واحد منهم. فيا ريت تكونوا كرمة كده معايا ومع غيري، ونعمل اشتراك وندعم القنوات. لعيبة الهلال يكونوا هاديين ويوفروا مجهودهم وطاقتهم للمباراتين القادمتين، لأنهم قدام فرصة ذهبية أنهم يصعدوا تاني المجموعة بعد الريال، ويصلوا إلى الدور الثاني ويصلوا بعيدا إن شاء الله، وأتمنى لهم التوفيق. النهاردة كمان عندنا الوداد والسيتي، وعندنا العين الإماراتي واليوفنتوس، والمجموعتين صعبتين جدا، لكن الوداد والعين
عملوا تدعيمات قوية، وعندهم لعيبة على أعلى مستوى، وعندهم من الخبرة اللي يقدروا إن شاء الله يحققوا نتائج تفرحنا وترضينا كلنا. وبنبارك لسان داونز فوزها النهاردة على فريق هونداي الكوري واحتلالهم قمة المجموعة، وننتظر فرحة أخرى من فرقنا العربية اللي بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. من الطبيعي إن احنا نفرح لأي فريق عربي. وخلص الكلام ولسه في الملعب أحلام، ومن العمريتي سبورت بقدم لكم أحلى سلام، والسلام عليكم.